هو فعلا لوح الويجا نقدر نتواصل بيه مع الأرواح ويكون بوابة للعالم الآخر؟ طب ازاي الكهنة كانوا بيستخدموا اللوح الويجا في الحرب العالمية الأولى؟ طب مش ممكن لوح الويجا خادم من الجن هو اللي عمله بعد كده اداه للبشر؟ طيب منين جه لوح الويجا ويعني ايه كلمة ويجا؟ قبل ما نخش في تفاصيل لوح الويجا ونعرف ان هي فعلا بتتواصل مع الأرواح ولا لأ، تعالوا نعرف منين جه لوح الويجا وايه السر الكبير اللي وراه. السلام عليكم، انا احمد ودي قناتي الجديده، لان القناه اللي كانت داخله على المليون راحت وانا مكمل على القناه دي ان شاء الله. فما تنسونيش بلايك واشتراك وتقول لي رايك بعد ما تشوف الفيديو. وقبل اي حاجه ما تنسوش اخواتنا في الدعاء وتصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ويلا بينا نخش في الفيديو. لوح الويجا موجود من 1200 سنة، بس كانوا بيطلقوا عليه أسماء تانية. وكلمة ويجا أصلا دمج الكلمتين، كلمة وي بالفرنسية ويعني نعم، وكلمة جا بالهولندية أو الألمانية وبرضه تعني كلمة نعم. ولوح الويجا عبارة عن لوح مربع وفيه الحروف الإنجليزية من أول A لحد Z، وكمان فيه الأرقام من أول 0 لحد 9، وفيه 4 كلمات: نعم ولا ووداعا ومرحبا. وكان في مؤشر خشب مرسوم على شكل قلب وفيه ثقب من النص، وده بيتحرك ناحية الحروف لحد ما بيجمع لهم جملة. لحد هنا تمام، علشان ما كانش فيها أي شيء مؤذي، لأن الناس كانوا بيستخدموها بجانب التسلية مش أكتر. لحد ما جت الروحانية الأمريكية برال واستخدمتها في التكهن في الحرب العالمية الأولى، وبعدها لقت شهرة واسعة. ومن هنا اتغيرت نظرة الناس عن لوح الويجا، وشافوا ان اي حد بيقرب له بيتعرض لمس شيطاني. وكان في لوح مشابه للوح الويجا في الصين سنة 1200، وكان مكتوب عليه بالصيني التواصل مع الموتى. وما كانش موجود بس في الصين، ده كان موجود في الامبراطورية الرومانية واليونان والعصور الوسطى في اوروبا. يعني مش هي اول واحدة استخدمت لوح الويجا في التواصل مع الارواح زي ما بيقولوا. طيب ازاي كانوا بيستخدموها في تحضير الارواح والتواصل معاها؟ كانوا بيقعدوا مجموعة من الشباب، وفي 2 بيمسكوا المؤشر ده بصباحهم، وبيفضلوا ينادوا على الروح المسيطرة في ويجا وبيقولوا لها كام ويجا، لحد ما المؤشر بيتحرك بكلمة نعم. كده هو استجاب للنداء، وبعد كده بيقدروا يسألوه على اللي هم عايزينه، وإجابة ويجا عليهم بتكون عبارة عن أرقام أو حروف بيجمعوها وبيطلع لهم جملة. كل ده ولوح الويجا ما بيتحركش من تلقاء نفسه، لازم يكون المشتركين هم اللي حاطين إيديهم على المؤشر. طيب احنا كده عرفنا معنى كلمة ويجا ومنين جت، واللوح ده أصلا تاريخه يرجع لفين. ودلوقتي تعالى شارككم بعض التجارب اللي الناس فعلا عملوها. في سنة 1890 شاف الرجل الأعمال الأمريكي إليا بوند ست فرنسية وهي بتقول بتقدر تتواصل مع جوزها من خلال لوح الويجا. ومن هنا إليان عجبته الفكرة وقرر إن هو لما يرجع بلده يستخدم لوح الويجا كلعبة مسلية للأغنياء. وفعلا الفكرة بتاعته نجحت، ومن بعدها انتشرت في جميع أنحاء العالم، وكانت لعبة مسلية مش أكتر. لحد ما الكهنة بقوا يستخدموا لوح الويجا في التكهن في الحرب العالمية الأولى، ومن هنا اتغيرت نظرة الناس عن لوح الويجا. وفي سنة 1973 أنتج أول فيلم عن لوح الويجا، وكان اسمه طارد الأرواح. وكان قصة الفيلم ده بتتكلم عن بنت لعبت لوح الويجا وما كانتش عارفة تخرج من اللعبة، فالجن سيطر عليها، ومن هنا بدأت قصة الفيلم. وبيقال ان الفيلم مكتوب عن قصة حقيقية. وطبعا الخرافات ابتدت تكبر وتزيد عن لوح الويجا، كل واحد يحكي قصة مختلفة عن التاني. زي في مجموعة من الشباب قالوا ان احنا فعلا لعبنا لوح الويجا وقدرنا نشوف المستقبل، وفي مجموعة من الشباب تانية لعبوا لوح الويجا ومن بعدها قالوا ان احنا حياتنا اتحولت لجحيم. احنا اتكلمنا عن الجانب الروحاني وازاي كانوا في شباب بيقدروا يستخدموا اللوح ده في التواصل مع الارواح على حسب ما بيقولوا. السؤال هنا، هو فعلا لوح الويجا بيقدر يتواصل مع الأرواح؟ قبل ما أكمل، احنا مقتنعين ان الروح دي بيد الله سبحانه وتعالى، ومفيش حاجة اسمها تواصل مع الأرواح، لأن الروح طالما خرجت من الجسد محدش يقدر يتواصل معاها تاني. طيب الناس اللي كانت بتشوف وبتقول احنا تواصلنا مع الأرواح، هل هم تواصلوا مع الأرواح فعلا ولا كانت ايه الحكاية؟ علماء النفس هنا قالوا ان في جزء مخصص في المخ هو اللي بيتحرك بالمؤشر اللي بيكون موجود على لوح الويجا. ازاي؟ الانسان من جوه بيكون مهيأ ان هيقدر يتواصل مع الارواح، او خصوصا الروح اللي مفتقدها او الروح اللي حابب يتواصل معاها او يسمع كلام عايز يسمعه منها. فبالتالي في جزء من المخ بيدي اشارة للايد تتحرك في المكان اللي هو عايز يتحرك فيه، من غير ما الشخص اصلا يقدر يتحكم في ايده، لانه هو اصلا مهيأ نفسيا ان الروح هي اللي بتتحكم. بدليل عملوا نفس التجربة على مجموعة من الشباب، بس كانوا مغميين عينيهم، فلقوا المؤشر بيتحرك بطريقة غير منتظمة عكس الأول تماما اللي كان بيتحرك بطريقة سلسة وصحيحة. يعني من الآخر لوح الويجا ده مش بوابة للتواصل مع العالم الآخر،
ولا حتى للتواصل مع الأرواح، ده بوابة للتواصل مع العقل بتاعك اللاواعي. لأن في ناس كتيرة بتصدق الخرافات لأن هي عايزة تعيش فيها أو عايزة تعيش جو المغامرة، فأنت مهما حاولت إنك تقنعهم إن ده غلط ودي كلها أوهام في دماغ الشخص وبس مش هيقتنعوا أصلا. ولهنا يكون خلص الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تشتركوا بالقناة وتكونوا اخوات ليا كتار وتسيبوا لي كومنت زيكم جميل. سلامات.